موضوع كهربا وان هو مسافرش مع النادي الاهلي لمواجهه ميدياما الغيني وجمهور النادي الاهلي كله شايط، وازاي اللاعب ما يسافرش مع الفريق في مباراه مهمه زي دي. في مباراه لو كسبناها خلاص نصعد من دور المجموعات ونريح دماغنا من المباراه الجايه ومن حسابات وكلام من ده. فالجمهور كله شايط، وخلينا نقول ان انا مش جايين النهارده عشان ندافع او نبرر لحد، ولو انت عايز خلاصه الموضوع في ثانيتين خد خلاصه الموضوع في ثانيتين. بص يا سيدي، اللاعب لو غاب بدون اذن الجهاز الفني عن اي مباراه او تخلف او اعترض عن ان الجهاز الفني محتاجه في المباراه الفلانيه وهو عنده مناسبه وعايز ما يكونش حاضر، واعترض على ان الجهاز الفني قال له لا انت معايا، اذا بيتم استبعاد اللاعب وبيتعمل عليه غرامه. طيب لو اللاعب تم استبعاده وما اتعملش عليه غرامه، اذا هنا الجهاز الفني وافق على طلب اللاعب او وافق على ان اللاعب يغيب. ده 1 زائد 1 بيساوي 2. يبقى اذا هنا لو شفنا غرامة على كهربا يبقى كهربا اعترض على ان المدير الفني او الجهاز الفني عايزه معاه في المباراة، وقال لك لا انا عايز اغيب ومش عايز اكون حاضر، والجهاز الفني كان عايزه وهو اللي قال لا. اذا هنا كهربا المخطئ، اذا هنا كهربا اللي اتحمل كل الليلة. خلاص، ما كهربا اللي قال لا. طيب لو كهربا ما اتعملش عليه غرامة يبقى اذا الجهاز الفني وافق على طلب كهربا، يبقى اذا الجهاز الفني هو اللي يشيل الليله. لو لا قدر الله حصل اي اخفاق وكان محتاج لكهربا في المباراه يبقى الجهاز الفني او المدير الفني هو اللي يشيل الليله. ده خلص الموضوع في كام ثانيه. عايز انت بقى تقفل الفيديو، اقفل الفيديو وسيبني قاعد مع الناس اللي بتكمل معايا، هندردش شويه عن الموضوع ونقول كلمتين مهمين. خلينا نقول كده ان كلنا عارفين ان ابتدينا نشوف كولر عنده حته ان هو يحب ويكره زياده، ودي الحقيقه بقت واضحه لي وواضحه لناس كتيره جدا. بمعنى ان في المباراه اللي فاتت علشان يثبت وجهه نظره ان موديست افضل، فضل سايب موديست تقريبا 75 دقيقه او 80 دقيقه في المباراه، وسايب كهربا على الدكه اللي هو المهاجم الاول بتاعك اللي هو افضل من موديست كتير في المباراه. عايز مهاجم عنده حركه مش مهاجم صندوق، وموديست مهاجم صندوق، وعلى الرغم من ذلك كولر فضل مصمم عليه وما بدلوش بكهربا ولا اي كلام من ده. فبالتالي كل اللوم على كولر، وحته ان كهربا او ان كولر يوافق على كهربا دي اعتقد انها جات له على الطبطبه ان هو برضه يلاعب موديست المباراه اللي جايه، وان كهربا عايز يعني يغيب عشان خاطر فرح اخته او ما الى ذلك او اي مناسبه عنده، فهي جات له على حجره وجات له جميله جدا بالنسبه لكولر. اتمنى طبعا ان الكلام ده يكون غلط، لان انا واحد من الناس اللي مؤمنه بكولر جدا وبفنياته وبفكره، فاتمنى ان هو يخيب ظني وان ما يكونش الموضوع كده ابدا. ويعني مش عارف اقول ايه، بس المدرب اللي بيحب يكره بالنسبه لي بيكون اول ما يوصل للنقطه دي بيكون خلاص انا مش مستني منه اي جديد، لان بالتالي الفريق هيبدا يقع في واحده وهيبدا يكون في مشاكل. ويعني انا عرفت كده ان في مشاكل ما بين كهربا وكولر بسبب ان هو قعدوا على الدكه لصالح موديست المباراه اللي فاتت وما نزلوش غير اخر كام دقيقه، وكهربا مستاء جدا من الحاجه دي. والحقيقه عنده حق. انا واحد كنت شايف ان بمنتهى البساطه كهربا لازم يكون في التشكيل الاساسي مش ينزل كبديل، يعني انت كولر اخطأت كنت تنزله بعدين كبديل مش شرط في التشكيل الاساسي. يبقى اذا هنا خلاصه استبعاد كهربا، لو اللاعب اعترض على امر الجهاز الفني ان هو مش موافق على غيابه عن المباراه وشايف الجهاز الفني ان هو محتاج اللاعب واللاعب اعترض، بالتالي الجهاز الفني هنا بيستبعده خلاص، لانه طبعا مش هيكون مركز فبيستبعده وبيعمل عليه غرامه. طيب لو اللاعب استبعد وما شفناش غرامه يبقى الجهاز الفني هو اللي وافق على استبعاد اللاعب، يبقى الجهاز الفني هو اللي يشيل الليله. الحاله الاولى اللاعب اللي يشيل الليله لما يكون هو اللي اعترض على ان هو عايز يغيب واعترض على امر الجهاز الفني ان هو محتاجه معاه. الحاله الثانيه ان الجهاز الفني او المدير الفني هو اللي وافق على غياب اللاعب فهو اللي يشيل الليله. في مباراه يوم الجمعه انا كنت شايف ان النادي الاهلي محتاج كهربا بنسبه كبيره جدا وبشكل كبير جدا، وكهربا لا غنى عنه، لان انا بالنسبه لي موديست مش هيكون مفيد برضه في المباراه دي، لانها مباراه خارج الارض ومش محتاجه مهاجم صندوق، محتاجه واحد بيعرف يضغط بيعرف يتحرك بين الخطوط كويس ويغلط دفاع الفريق المنافس. وسام ابو علي هو لسه يعني اول مباراه رسميه هيحضرها مع الفريق، فما اعتقدش ان الاعتماد عليه ممكن يكون افضل حاجه يعني، فبالتالي كنت شايف ان وجود كهربا امر لا غنى عنه في مباراه يوم الجمعه. ودي كده القصه كلها، ودي وجهه نظري، وده تقريبا كل الكلام اللي عند اي واحد فينا، والامور بقت واضحه. وجهه نظركم مين المخطئ في الموضوع ده؟ هستنى في الكومنتات. كنت معاكم احمد حبيبه، وشكرا للناس اللي كملت معايا الفيديو للاخر. لو انت من الناس دي قول لي في الكومنتات. كنت معاكم احمد حبيبه، سلام.